السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القرص الطرية، تنفع في الفطار الصبح، تنفع في السحور في رمضان ان شاء الله معانا. على فكرة بحتفظ بيها في علبة محكمة الغلق في الفريزر، بطلعها في اي وقت، بسخنها بتبقى اكنها طازة. نص كيلو دقيق منخول، عليه ذرة ملح، ومعلقتين كبار سمسم محمص، نص كوباية زبدة او سمنة. وهستخدم ايه؟ هستخدم معلقه صغيره خميره على كوبايه ميه دافيه ومعلقه سكر. لازم اختبر الخميره الاول واركنها على جنب على ما احضر بقيه الحاجه. انا بسيت الدقيق كويس مع السمنه. نسيت اقولك ان انا كمان حطيت ذره فانيليا، وهحط كمان معلقه قشطه. ده خليط الخميره. خلاص الخميره متفاعله وشغاله معايا، عامله فقاقيع كده تبقى شغاله معايا. ابتدي انزل بيها على العجين. هنزل كمان بكوباية لبن دافي، لبن رايب او لبن حليب المتوفر عندك، وعجيني المكونات مع بعض كويس. ما تنسيش تضيفي معلقة قشطة، بتخلي الطعم تحفة. عجينيها وسيبيها تخمر في مكان دافي. نحضر الحشوة. ربع كيلو بلح طري، عليه معلقة صغيرة بس زيت، ومعلقة سوداني مجروش، وذرة فانيليا، وكمان ممكن تضيفي جوز هند على الحشوة. انا ضفت ذرة بسيطة جوز هند، يعني زي ربع معلقة كده يعني. رفعت مكونات الحشوة على النار هادية مدة دقيقة واحدة بس، وبعدين سبتها تبرد قبل ما استخدمها للعجينة. قطعت العجينة طبعا بعد ما خمرت، كل قطعة بمقدار حجم الليمونة الكبيرة، وهبتدي احشيها. ممكن تحشي بالعجوة، ممكن تستخدمي جبنة مثلثات او جبنة بيضة زي ما حصل معايا، زي ما انت عايزة المتوفر عندك. الاتنين كان طعمهم حلو جدا. ومعلقة القشطة كمان لما بتضيفيها على القرص، اي قشطة، قشطة من وش اللبن حتى، بتديها طعم تحفة وريحة كمان جميلة جدا. النص كيلو دي عمل لي ما شاء الله الصينيتين دول. دخلهم على فرن ساخن درجة حرارة 180. الفرن شغال من تحت ومن فوق. ما خدتش وقت كتير، بربع ساعة و20 دقيقة بالظبط وكانت جاهزة.